ازيكم يا حلوين؟ ده يوم جديد بدأته الساعة 9:30 كده. تمام، ده كان يوم اجازة بالمناسبة. عملنا بقى فطرنا، وكان عندي بقى ترويق البيت طبعا كله خلصته، وبعد كده دخلت على الاكل. طيب احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل مكرونة بشاميل، وهنعمل جلاش باللحمة وعليها جبن كده تحفة. تمام. اول حاجه بعمل بقى العصاق بتاع اللحمه، حطيت البصل وفلفل اخضر وعليه توم في الكبه علشان يتقطعوا كده. تمام، يبقى اسهل يعني. جبت بقى طاسه، حطيت فيها سمنه بلدي وحطيت شويه سمنه، واحط دلوقتي انزل بيه البصل والخليط ده كله عشان ياخد صدمه. طبعا على حله تانية اهوت بقى حاطه فيها المكرونه علشان تتسلق على ما اخلص العصاق، يعني اختصارهم برضو الوقت وكده. تمام. بصوا بقى، في ناس بتحب تحط اللحمه المفرومه الاول، وفي ناس بتحب تحط البصل الاول. انا بحب احط البصل واطعمه خالص بفلفل اسود والبهارات الصحيحه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بحط ورق لوري، ممكن فلفل حصى اسمر، وبحط حته قرفه صغير. تمام، خشبيه. طب دلوقتي احنا خدنا بقى صدمه للبصل، هركنه بقى كده في جنب شويه تشوفوا دلوقتي، وبعد كده احط اللحمه المفرومه برضو تاخد صدمه وكده. هنا بقى انا بحب احط فلفل اسود على البصل، وهتشوفوا في معظم الفيديوهات عشان بيعلي الريحه والطعم بتاعه قوي يعني. تمام. بصوا بقى، اللهم بارك، لو رجعتوا الفيديو التفريزات هتلاقوا ان في الحاجات دي كلها كانت جاهزه في التلاجة في الفريزر، ومظبطينها مع بعض. يا دوب على طول بكرر نعمل اكل بنطلعهم ونخلص، مش لسه هندور وكده. تمام، فرجعوا الفيديو التفريزات هتستفيدوا منه جدا. طبعا لما اللحمه المفرومه تاخد لون، ساعتها بقى بقلبها ليه عشان ما تنزلش ميه كتير، والبصله تطرى معايا، وما يبقاش الخليط كده يعني فيه قطمه كده. انا بحب الخضار يبقى لسه فاضل فيه الميه بتاعته، ما يفقدهاش خالص. تمام. هنا بقى برضو زي ما تشوفوا دلوقتي خلاص خدت لون، بقى ابتدي اخلط كله مع بعضه عادي، واتبل بقى براحتي عادي التوابل اللي انتوا عايزينها. في ناس بقى بتحب تحط معلقه صلصه عليها، تقطع طماطمايه، تبشر طماطمايه، عادي مفيش اي مشكله. انا بستبدل ده كله وبحط بس ايه، شويه بابريكا وخلاص. مش بحب الطماطم في المكرونه بشاميل. تمام. هنقلبها بقى كويس جدا لحد ما تتعصق، وبعد كده نركنها على جنب. ظبطوا بقى الملح بتاعكم والبهارات وكده. بصوا بقى، الفلفل الالوان دوت انا ببقى عيناه في الفريزر، بطلعه بقطعه، بس بقطعه وانا هحطه. تمام، يعني وانا بقطع الخضار خلاص، ما بطلعوش بقى من بدري يفك وكده. لا طبعا، الخضار المتفرز ده هيفقد الميه بتاعته لو اتساب كده، وتيجي تحطيه تحس ان هو منفصل عن القشره بتاعته اساسا. انما لو انا حطيته مجرد ما طلعته من الفريزر مع الخضار على طول على النار، هيفضل كرانشي كده وحلو جدا. تمام. بعد كده هنعمل بقى البشاميل انا المفروض في العادي بتحط 4 معالق زبده، عليهم 4 معالق دقيق، وبعد كده اللتر لبن او اللتر ونص لو انتوا عايزينها جوسي قوي. طب انا هنا عامله نص الكميه، فهقسم بقى النص على طول. تمام. اهم حاجه زي ما انتم شايفين ان تكون الزبده سايحه قوي 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 سخنه، عشان الدقيق ما يكتلش، ونفضل نضرب على طول. وبنحط بقى كوبايه ميه احنا شايلينها اصلا من سلق المكرونه، بنحطها على البشاميل مع الجبن. القوام طبعا بيبقى تحفه. تمام. وهتظبطوا بقى طبعا الملح، يعني يبقى بالظبط كده حلو يعني مظبوط، علشان الصينيه كلها التوتال في الاخر ما تحرقش منكم. تمام. هبتدي بقى هنا روست خلاص. تمام، انا بحاول اخلط شويه بشاميل في طبق بره مع المكرونه غير اللي انا بحطه في الصينيه، وهروست بقى عادي، وهرجع تاني احط بقى باقي المكرونه عادي خالص. وبعد كده احط بقى البشاميل الباقي خالص على الوش كله. انا بحب احط بشاميل كتير جدا، البايركس ممكن يكون متوسط على كميه البشاميل، بس انا بحبه كده قوي. لو انتوا عايزين المكرونه تكون ماسكه نفسها، حاولوا ما تحطوش زيت كتير في سلقها، وفي نفس الوقت تصبروا لحد ما تبرد خالص وبعد كده تقطعوها. انما انا بحبها اللي هو جوسي كده. طبعا الجبن بحط جوه وبره وكل حاجه. هتدخل بقى الفرن. هنا بقى بدات اعمل الجلاش، بعمله بقى في صينيه مدوره صغيره كده، اشبه بالفطيره اكتر، لان الجبن جواها بتبقى سايحه قوي مطرياه. وفي نفس الوقت الدريسنج اللي بحطه في الاخر كوبايه اللبن مع البيض مع البيكنج باودر بينفشه كده وبيخليه طري قوي. خلاص.
بعمل ورقة من كل الاتجاهات، وانا بقفل هعمل نفس الحاجة واقفل عليها عادي جدا. دي لفة واحدة على فكرة، ممكن تقضي فردين بحيث ما يترميش منكم اي حاجة. طبعا بحط اللحمة وبحط عليها برضو جبن من جوه زي ما انا قلت لكم. بصوا بقى بشبع كلها تكون واصل لها سمنة، وهقفل بقى الاطراف كلها اللي بره دي عادي. وفي الاخر بقى هحاول اتني الحواف كلها بتاعه الصينيه بحيث ان هي فعلا تبقى شكل دوريه معايا، ما تبقاش بايظه في الاخر يعني. تمام. لما نخلص بقى خالص ان احنا نسقي كله هنقطع بقى. تمام. بتقطعوها طبعا طبعا وهي قبل ما تستوي، لان ما ينفعش تقطع بعدها. ممكن اخرنا بس نمشي على التقطيعات اللي احنا كنا عاملينها وخلاص. هنا بقى كوباية لبن، عليها بيضاية، عليها شوية بيكنج باودر، عليها ملح، عليها فلفل. كل دي حاجات بسيطة خالص. وبعد كده ايه، بحطها على على الجلاش على طول، تتسقي كله منه وتبقى تحفة. وبس كده خلاص بقى الجلاش بيبقى يكون معايا جاهز. بتدخليه الفرن بقى عادي جدا لحد ما يتشرب كل التشريبة دي ويبتدي الحواف بتاعته تحمر. بتشغله بقى الشواية. تمام. بس كده كل حاجة دخلت الفرن. لوحة فنية بقى، دي لوحة فنية بجد، مش صينية مكرونة يعني. طعمها كان تحفة. هنا بقى كنت بجهز ايس كوفي، بس ده اللي بعد الاكل يعني. بس تحفة قوي بجد، وعليه صوص كراميل كده بيبقى جميل جدا. بس ده شكل الاكل بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.